السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هروح اقابل احمد سمير، بس عرضت عليه هو ايه على الفلوج اللي انا كنت عامله يعني. طب انا هشرح له بقى ايه انا بعمل فلوج ليه اصلا، فتبقى يعني ان شاء الله يبقى فلوج حلو كمحتوى يعني ان شاء الله. المفروض ان انا كده وصلت تقريبا. تمام. هو بقى مش عارف هيطلع لي ولا ايه. هحاول اكلمه برضه. فين بقى هنا؟ تمام طلعنا. السلام عليكم. خلي بالك بفلوج. الراجل غجل معانا. لو لقيت عليك بقى ما فيهاش حاجه. يا اخويا ماشي. ازيك يا عبد؟ اهلا بيك في الفلوج بتاعك. تقول ايه بقى على الفلوج؟ يا عم بلاش يا عم، الله يكرمك. قول لي بس، لا عايز بس اعرف وجهة نظرك. هي الفكره في موضوع الفلوجينج ده زي اليوميات بالظبط كده، فبيظهروا حاجات شخصيه ومش عارف ايه، يومياتهم الشخصيه. فدي حاجه مش كويسه ان انت تظهر يومياتك الشخصيه وبتاع. ايه اللي مخلي كيسي نايستات متميز، وايه اللي مخلي برضه حازم الصديق متميز؟ ان هو مش عنده ان هو عنده حاجه بيعمل. انا مثلا فكرت في موضوع ان انا اعمل فلوج ده. طب انا حياتي يعني مهمه للدرجه دي، لدرجه ان انا ضايع 10 دقايق من وقت الناس كل يوم. بس انا فضلت اقول يعني طب انا هعمل انت بقى عجبتني في الحته دي ان انت اخترت حاجه. يعني انت لما جيت تقول هنعمل عن الدي اي واي، ان احنا هنعمل حاجات دي اي واي، فكره جامده. بس انت مش عارف بقى ممكن تبقى برنامج اصلا. بالظبط كده. قلت طب ما انا يعني لو عملتها برنامج هيبقى دوت مخصص للدي اي واي بس. فقلت ممكن في الفلوج ابقى اعمل حاجات دي اي واي، واعمل مثلا حاجه عايز اتكلم عليها. مثلا انا دلوقتي شاب وعايز اتجوز. كم واحد صاحبي كده بتضرب مثال ولا انت عايز تتجوز؟ انا فعلا عايز اتجوز. ففي كم واحد صاحبي متجوزين لسه جداد، يعني شباب لسه صغيرين، بروح بقى اقول لهم ايه بقى يعني ليه الجواز احنا شايفينه حاجه صعبه. لان خبرتهم الحديثه اللي هي لسه جديده دي حاجه اسمها اسكيبيزم، ان انت تهرب من مشاكلك. اسكيبيزم جايه من الاسكيب يعني هروب. ان انت تهرب من مشاكلك. الميديا انتشرت وازدهرت في حاجه زي كده. عشان كده تلاقي مثلا افلام السبكي ليه ناجحه، عشان انت بتخش تتفرج على الفيلم بتفصل بقى من مشاكلك. انت اصلا فاشل وابوك وامك قرفانين منك ومش عارف تعمل حاجه في حياتك، ومع ذلك السينما تلاقيها ايه، مهما الشعب يكون فاشل تلاقي السينما مزدهره. ليه؟ عشان السينما هي الهروب من الواقع. السينما فعلا هدفها، المخرج هدفه ان هو يستحوذ على دماغك. لو هتقدم حاجه قدم حاجه نافعه يعني. وانت جزاك الله خيرا، انت عجبتني في الحوار ده ان انت ما رحتش عملت فلوج جايه كده خلاص. ما هو بقى دي المشكله. ما قبل ما اعمل لقيت ناس عامله، طب ما ايه يعني انا استفدت ايه؟ وانا قلت لنفسي يعني اللي بيتفرج ده هيستفاد ايه لما انا اصور نفسي وانا لسه صاحي من النوم مثلا. في مشاهدين على فكره، بس مشاهدين فضوليين جدا. هو فضولي. الفلوجات اللي من غير محتوى تنجح مع الناس المشهوره. ايوه صح. يعني مثلا دلوقتي مثلا ممثل عايز يعمل فلوج هتلاقيه بينجح. ايوه صح. الناس بقى عايز تخش ايه ده ممثل لابس ايه ومش عارف ايه. ده ممثل ده ممكن يعمل حاجه مفيش محتوى اصلا، يعني هو بس كده لوحده يكون هو ده محتوى الفيلم. وهو رايح يركب الطياره بس كده خلاص. يعني هو الفيديو ان هو ماشي رايح يركب الطياره. الفيديو هو صاحي من النوم ولابس روب. ايوه هو وماشي. ايوه بس كده مفيش حاجه ثانيه. واحد معاه فلوس وبيقعد يغيظ الناس بالفلوس بتاعته. يجيب عربيه لامبورجيني في مره، يجيب مش عارف مثلا بقى. فانا حاولت اصلا الفلوج بتاعي هيكون رايح شويه للناس اللي بيصوروا. جميل جدا، ممتاز. هتعلم وانا بعلم. بالظبط صح. ما هو السلايدر اللي انا عملته كان كده يعني شفته. لا الله ينور. بس بقى المشكله في ايه؟ في الحاجات اللي مثلا زي الرمان بيل ده يتجاب منين؟ انت بتعرف توصل للحاجات دي؟ ايوه بالظبط. فهو بقى في الفلوج بقى هعمل بقى كده. انا الفلوج بتاع السلايدر الجدع اللي انت قعدت تقول ان هو قعدت توصف مكانه ده. انت برنس يا اسطى. ما هي دي بقى ايه؟ الراجل ده برنس. والله هو ده بقى الفلوج اللي في دماغي هيكون ايه. وانا مثلا رايح وبسال مثلا على السعر مش عارف ايه الكلام ده. بس اصلا في السلايدر انا كنت جايب الحاجات دي اصلا من زمان. شفت فيديوهات السلايدر ده كتير جدا وبكذا طريقه. بس بقى المشكله ايه؟ بيبقى حجمه كبير، بيبقى مثلا عجل مثلا حاجات غاليه. يعني البتاعه اللي هي الرمان البلي دي تقريبا كانت بنص جنيه ولا حاجه. جبتها منين بقى؟ التوفيقيه. فين؟ انت عارف الاسعاف؟ حط في الاسعاف في وشها الناحيه بس عرفت. فانا بقى ايه اي حاجه هعملها
اروح بقى ايه اسال هي دي بكام. عمري ما شفت دي اي واي حد عاملها مصري مفيش. ويقول لك مثلا تروح تجيب منين. مع ان هنا انت ممكن تعمل كل حاجه، السبتيه تعمل كل حاجه فيها حديد وتقول له انا عايز اعمل كذا يعمل لك. وانت بتقول له اعمل لي كذا، انت ممكن تدي له رسمه مثلا ويعملها. بيعمل لي. حلو. الناس بقى ايه المشكله مش عارفين ده. انا مش عارف ده. انا عايز قناه زي دي والله العظيم، انا مش بهزر. انا بتفرج على فهو بقى انا كنت هو ده بقى انا بتفرج على التيوتوريالز الاجنبيه يقول لك روح هوم ديبو، وكمان ما عندناش هوم ديبو، ما عندناش. وكمان ساعات بيجيبوا حاجات من اونلاين. طب ما أيوة. انا مش اصلا يعني انا معايا فلوس كنت راضي جبت الحاجات دي. ايوه صح. لا انت لو عملت الموضوع ده يا عبد الرحمن هيبقى انجاز والله العظيم جدا. بس ايه المشكله؟ طب ما بعد ما اخلص كل حاجه مفيش حاجه بتخلص يا عم. فانا بقى افضل اتعلم بقى ايه كذا حاجه وبعد كده انزل. الفلوج دلوقتي ايه بيخليني ايه كل شويه بكون في دماغي شايل همه، فاهم ان انا عايز اجيب محتوى. دي حاجه كويسه، عايز اجيب محتوى. دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. عايز اعمل مثلا كريم تستحمر ده ان شاء الله اعمله. تتعمل على فكره. اي سهل صعبه خالص. بص هو في حاجات كتير على اليوتيوب كتير بس بقى المشكله ان احنا مش عارفين نجيبها منين والمقاسات والحاجات دي. انت بقى اللي هتظبط المساله دي. ربنا يعينك. بس يلا ننزل نصلي. يلا ننزل نصلي.